عاجل وكارثي. ماذا يحدث في البطولة الوطنية المغربية الاحترافية؟ يوم 8 دجنبر غادي يكونوا العساكر ضيوف على فريق المغرب الفاسي. نهار الجمعة مع الربعة بالضبط الإخوان، ولحد الساعة مازال ما عارفينش فين غادي نلعبوا. بما أن الملعب الكبير بمدينة فاس تسد بحكم الإصلاح، كل المؤشرات كتقول باللي غادي تلعب الماتش في ملعب الحسن الثاني. خرجوا التذاكر وشراو الناس التذاكر على هذا الاساس، ولكن الخوت السلطات في مدينه فاس رفضت هذا الامر، وكتقول باللي من الافضل ومن الاحسن انه يتلعب الماتش في مكناس ماشي في فاس. مع العلم ان العصبه الاحترافيه راسلات الفريقين، راسلات فريق الجيش الملكي وفريق المغرب الفاسي باش انهم يلعبوا في ملعب الحسن الثاني، بينما سلطات المدينه لها راي اخر. وللتذكير فقط الإخوان، هو أن الملعب الشرفي مدينة مكناس ما كيصلحش اللعب بطبيعة الحال، بحكم أن قانون ديال البطولة ما يمكنش ليك تلعب في ملعب عنده عشب اصطناعي، والملعب الشرفي بطبيعة الحال عنده عشب اصطناعي. تعيا ما تفهمهم في الاخر ما غتفهم حتى شي لعبة. ولكن شنو نقدروا نسميوها؟ واش هي مهزله؟ واش هو خطأ؟ واش هي مقصوده او غير مقصوده؟ بالخصوص الاخوان هو ان هذا الشيء طرا في واحد الظرفيه اللي يلاه بطبيعه الحال تظلم الجمهور العسكري بخمس مباريات، وحنا عارفين كيفاش طرا هذا البلان هذا في الكواليس. هذه حقيقه، راه كل شيء ولا واضح وبين من بعد ما تحارب الفريق بطبيعه الحال من ناحيه اللعب من جانب الحكام، من بعد ما تحارب بطبيعه الحال الجمهور من ناحيه السلطات، من بعد ما تحارب من لجنه الاخلاقيات، من بعد ما يعني علاش كيحاولوا ما امكن انهم يشتتوا هذا الفريق، وكيحاولوا ما امكن انهم يزرعوا الفتنه في وسط الجمهور العسكري؟ علاش؟ شكون اللي عنده مصلحه؟ شكون اللي عنده مصلحه انه يزرع هذا الكونسير في قلب الجمهور، قلب اللاعبين، ما بين الجمهور واللاعبين؟ شكون اللي عنده مصلحه؟ شكون اللي واش هو شي شخص بطبيعه الحال اشخاص لوبيات كتخدم اجنده مصالح فرق اخرى؟ العلم لله. واش حيت الجمهور العسكري لحد الان باقي ما رضخش لبعض الاشخاص؟ واش لحد الان باقي ما طاعش بعض الاشخاص؟ ولكن كيف ما كنعرفوا ان الجمهور العسكري له مبادئ، له شخصيه غير الشخصيات الاخرى. يعني كيف ما كنقولوا حنايا ما كيلحسش، عذرا على هذه الكلمه، ما كيطبلش، ما كيسيقش، ما كيديرش بزاف د الحوايج كيف ما كنشوفوا بعض الاشخاص او بعض الجماهير الاخرى المغربيه كدير مثل هذه الاشياء. الجمهور العسكري كيبقى كبير، كيبقى وفي، كيبقى كيعرف انه قوانين الالتراس راه باينه للاخوان. يعني اللي كيمشي بغى المرقه وبغى شي حاجه راه كيمشي. انا كنظن بلي هذا هو السبب علاش الجمهور العسكري داير لي سيليكسيوني وكياكل العصا. الاخوان الا قلت لك باللي الجامعه الملكيه خصصات 13 مليار سنتيم مغربيه، علاش؟ باش تهيئ او مثلا تصلح ملعب القنيطره، الملعب البلدي القنيطره الاخوان. وهذا الشيء ممكن انكم يجيكم غريب، ولكن ولينا كنقدر نقولوا باللي ولينا كنتقبلوا اي حاجه. غدا ولا بعد غدا ممكن انت تمشي تلعب في التوفنه يقول لك هذيك التوفنه غدوز فيها تجارب. كلشي ممكن، كلشي ممكن، ولكن الى متى غنبقاو صابرين يا الاداره؟ الى متى الاداره غنبقاو ساكتين؟ واش هو خوف؟ انا كنظن باللي ماشي خوف، ولكن علاش هذا الصمت ديال الاداره؟ علاش حتى البلاغ اللي كنا كنقولوا باللي غادي يديروا غيرفعوا بطبيعه الحال الاستئناف ما كانوا تيقولوا بطبيعه الحال الاخوه قالوا باللي راه حتى داك الشيء سري، ولكن انا كنظن كيف قال الاخ عادل ان داك الشيء خصو تكون بلبله، خصو يكون قضيه راي عام كيف ما كيديروا الجماهير البيضاويه، كيف ما كيدير الفرق البيضاويه، كيخلق لك زوبعه، كيخلق لك بلبله اعلاميه باش تضغط بطبيعه الحال. هادشي غريب الاخوان، هادشي عجيب، عجيب هادشي اللي كيطرا، بالخصوص ان هنالك صمت غريب ورهيب من اداره الجيش الملكي. كنتمنى من اللاعبين انهم يفوزوا ويربحوا هذا الماتش ولا شيء غير الفوز الاخوان. بالنسبه للتذكير بطبيعه الحال بنتيجه 5 مباريات الاخيره، يعني نقدر نقول لك كيف ما كتبان لك باللي جوج ماتشات ربح فيهم الزعيم، جوج ماتشات تعادل فيهم الزعيم، ماتش واحد خسر اللي هو برسم جولة كأس العرش بنتيجة 2-0. عاش الزعيم، عاش الملكي، الحرية للجماهير العسكرية.